السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حلقة جديدة في الكورة مع المصري. في البداية يا جماعة أرجو الدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي الحلقة بالمنتخب المغربي الشقيق. ألف مليون مبروك للمنتخب المغربي على الأداء والرجولة وكل حاجة حلوة بصراحة منتخب المغرب عملها السنة دي في كأس العالم. المنتخب المغربي فاق كل التوقعات، صعد كأول مجموعة. في مجموعة كان فيها كرواتيا وبلجيكا وكندا، والثلاث منتخبات كان المفترض يعني ان هم يصعدوا على حساب المنتخب المغربي. قلنا المنتخب المغربي يوم ما يصعد ممكن يصعد تاني مجموعة بالصدفة، لا بالعكس، المنتخب المغربي عمل اداء ولا اروع ورجولة في الملعب. بحيي المنتخب المغربي وكل المغاربة الاشقاء على منتخبهم اللي فكرني بمنتخب مصر ايام الكابتن حسن شحاته. بصراحه المنتخب المغربي دلوقتي عامل زي منتخب مصر كده ايام الكابتن حسن شحاته، المنتخب اللي يقدر يكسب اي منتخب في العالم. احنا كنا وصلنا للمرحله دي. كاس العالم السنه دي غريب بصراحه يا جماعه. كاس العالم السنه دي غريب، محدش قادر يتوقع حاجه. انا واحد من الناس كل ما بتوقع حاجه بيحصل العكس. شفنا في كؤوس العالم اللي فاتت مفاجآت، بس كانت بتحصل مرة أو اتنين بالكتير. يعني مثلا إيه، في 2002 السنغال كسبت فرنسا اللي هي كانت حامل اللقب، كانت دي مفاجأة. في 94 المنتخب السعودي كسب منتخب بلجيكا أيام سعيد العويران، كانت دي مفاجأة. السنة دي بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية كده في المجموعات السعودية كسبت الأرجنتين، تونس كسبت فرنسا، اليابان كسبت ألمانيا وأسبانيا، استراليا صعدت بست نقاط، اليابان صعدت بست نقاط. في حاجة غريبة السنة دي في كأس العالم، محدش عارف مين هيكسب ومين هيخسر. واخشى على المنتخبات الكبيرة في دور ال 16. يعني دور ال 16 هيبتدي النهارده ان شاء الله في مباراة هولندا وامريكا ومباراة الارجنتين واستراليا. والله ممكن نلاقي امريكا واستراليا هما اللي صعدوا، محدش قادر يتوقع. انا واحد من الناس، انا وقفت التوقعات خلاص. كاس العالم السنه دي شكله فعلا فريق مجهول، زي ما الكابتن رضا عبد العال قال في الحلقه اللي فاتت ان كاس المجهول ده كاس المجهول. محدش عارف مين اللي هياخد كاس العالم، ومحدش عارف مين اللي هيصعد ومين اللي هيكمل. يعني مين هي اسف يعني مين هيكمل ومين هيخرج. يعني انا واحد من الناس كل ما بتوقع حاجه بتيجي العكس. كاس عالم غريب. بكرر تاني مليون مبروك المنتخب المغربي، وطالما هي ماشيه كده والله ممكن المغرب توصل. والله مش بعيده، مش بعيده الاقي المغرب مثلا في قبل النهائي او في النهائي باللي احنا بنشوفه بصراحه السنه دي في البطوله دي. نيجي للدوري المصري. الكوره بتاعتنا بقى الجميله يا جماعه، الكوره المصريه بقى، دوريات بقى قويه بتاعتنا. نادي الزمالك كان اول امبارح بيلعب مع النادي المصري وتعادلوا 2-2، والنادي الاهلي امبارح كسب نادي طلائع الجيش 2-1 بالعافيه. بالنسبه لنادي الزمالك احنا قلنا ان البدايه السنه دي في نادي الزمالك مش حلوه الموسم ده. السنه اللي فاتت بصراحه نادي الزمالك كان يستحق انه ياخد الدوري والكاس، كان اداء ولا اروع، كان عندهم روح. انا اهلاوي بس بقول الحق، الزمالك كان يقدر ان هو ينافس على جميع البطولات، وكان فعلا يستحق الدوري ويستحق الكاس. السنه دي نادي الزمالك في حاجه غريبه، من مباراه السوبر بعدها تعادل مع انبي 1-1، بعدها تعادل مع نادي المصري 2-2، وكان يقدر النادي المصري يكسب في اخر 10 دقايق من المباراه. فرص كتير ضاعت جدا من النادي المصري، كانت هجمات مرتده، بس تقريبا لعيبه المصري قالت ايه حلوه قوي كده، ده كده جبر. ده بالنسبه لنادي الزمالك. النادي الاهلي في مشكله، النادي الاهلي التوقف ما جاش في مصلحته، وده كان واضح امبارح وفي مباراه المقاولين. كان واضح مباراه طلائع الجيش الاهلي كسب 2-1 بالعافيه، ومباراه المقاولين الاهلي صعد بضربات الجزاء بالعافيه. فربنا يستر بصراحه، يعني ربنا يستر.